يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الحلوة يا حلوين، وحشتوني كتير كتير جدا. أول فيديو لينا في 2025. يا رب يكون السنة دي وشها حلوة علينا كلنا يا رب، وإن شاء الله يكون فيها أحداث جميلة يا رب. الجو النهاردة كان روعة، ما كانش برد خالص، فقلت أول حاجة أعملها أفتح بقى الشبابيك وهوي البيت، وكمان أعمل بخور بقى ريحتها حلوة كده. صاحبتي جايبها لي معاها من السفر، بخور ريحتها تحفة، فقلت بقى أجدد الهوا بتاع البيت وأعطره خلي الريحة بتاعته حلوة. هعمل بقى فطار وافطر، وبعد كده نكمل ترويق أوضة المكتب اللي كنا بدأناها الفيديو اللي فات، هنكملها الفيديو ده. هنكمل بقى ترويق أوضة المكتب. الفيديو اللي فات رتبنا الدرج بتاع الميك اب، الفيديو ده هنكمل بقية الأوضة. لما بمسك حاجة نضفها بحب انضفها تنظيف ديتيل، نادرا ما بنضف الحاجة من على الوش كده وخلاص، إلا لما أكون يعني لسه عاملاها ديتيل مثلا قبلها بيوم أو يومين. لكن غير كده أنا كل فترة كده بمسك الحاجة أجيب عليها وطيها، فبشيل الحاجة كلها ونضف ولمع وحرك. لو الحاجة خفيفة ممكن أشيلها شوية من مكانها، أزقها من مكانها وأكنس تحتها، وننضف الحيطان وننضف السقف والنجف كله والمراوح والحاجات دي. فلما باجي انضف على الأقل اعملي لك مثلا مرة كل شهرين، امسكي أوضة واحدة اعمليها ديتيلد كلينك، يعني نضفي كل حاجة فيها. في بالنسبة للكرسي الجلد في زي وايبس كده اللي بنستخدمها، الكلوروكس وايبس بس في للجلد، دي لما بنمسحها بيها بتحافظ على الجلد طري، فيعني بتخليه كده مترطب فما يقشرش بسرعة، وكمان بتنضفه كويس جدا. بجيب الوايبس دي من وولمارت او من كروجر او من لوز، من اي حتة، ممكن كمان تشتريها اونلاين. بتنفع كمان للعربية بتاعته، فيها كراسي جلد بتحافظ على الكراسي وبتخليها دايما نظيفة، وما بتخليش الجلد ناشف قوي فيتقشر بسرعة او يتقطع بسرعة. البارفانات انا كنت لسه عاملاها قريب ومنضفه مكانها قريب وتحتها قريب، فهمسح تحتها مسحه خفيفه، هي اوريدي تحتها نضيف بس عشان جات لي بارفانات كتير جديده هزقها للجنب في الاخر خالص، هضيف الحامل ده زياده وهرص فيه بقيه البارفانات. سيكشن البارفانات ده يا جماعه عندي العشق، بعشق العطور، بعشقها. وعشان انا بحب اشغل البخور كمان في المكتب عندي، ما بشغلش البخور فوق وتحت في نفس اليوم، ممكن مثلا مرة شغل بخور تحت. البخور الميزة فيها ريحتها ممكن تقعد في البيت اسبوع، مش محتاجة تشغلي شمعة، مش محتاجة تشغلي ترشي حتى معطر، بتفضل الريحة في البيت اسبوع. فممكن مثلا مرة احب كده في المكتب وانا بمزاج اشم ريحة بخور معين فبشغله، فبخلي عندي مبخرة فوق ومبخرة تحت. هنا بقى هستخدم المكنسة. انا بالنسبة للمكنسة بستخدم كل قطع الغيار بتاعتها، يعني مقسمة قطع الغيار بتاعتها، اللي اعمل بيها الكنبة، واللي اعمل بيها الحيطة، واللي اعمل بيها الشبابيك. لما بنمشي بيها على الشباك كده بالفرشة دي بتنضف السلك بتخليه زي الفل. اولا بجيب كل حاجة مستخبية اللي هي هتاخد وقت طويل منك عشان تقعدي تنضفيها من الشباك، سواء بفوطة او بحتة مبلولة او بوايبس whatever بتستخدمي ايه. لكن لما تمشي على الشباك السلك كمان تمشي عليه الاول، وكل الحتت اللي هي مستخبيه مزنوقه في الشباك بتسهل عليكي النظافه بشكل غير طبيعي. كمان السلك
بيتراكم عليه البولنز وبيتراكم عليه التراب، ما بتبقاش الرؤية بتاعته واضحة كده وشفافة وحلو. خلصت الحمد لله، وهنا كان الوقت اتأخر بقى وخلاص خلصنا بقى، فهنقعد ناكل واختم معاكم الفيديو على هنا. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، عشان عايزين نحقق ان شاء الله التارجت بتاعنا السنة دي. كمان ما تنسوش تكتبوا لي التعليقات بتاعتكم تحت الفيديو، عشان هختار تعليق من التعليقات اكسبه الفيديو الجاي ان شاء الله. وبس كده حلوين كده، بنكون وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.